هل سيلعب اللاعب أسامة دريمي أم سيتركها للاعب الآخر؟ طبعا تمرقه اللاعب لا يسمح لي بأن أرى رقم أو الرقم الذي يحمله هذا اللاعب. وصلت إلى أسامة يلعب بالنار من أمام بيرجي، ولكن علي تمسك ينقذ الموقف يأخذ اللحظات جمهور بيانات خطأ لمصلحة فريق تندرست بعد أن أسقط لاعب فريق تندرست في الكرة. أنا زمان نرى الكرة وصلت إلى فريق تورمات في الصدر، لكنها سهلة للحارس عبد الله منشار الذي حتى الآن تلقى كرتان اثنتان، لكن كلا الكرتان وصلتا بسهولة إلى حارس فريق تورمات. وصلت إلى بيرجي، حكم المباراة يصفر ضربة خطأ بعد أن اصطدمت الكرة بيد اللاعب والمهاجم محمد بيرجي. طبعا كثير يقدمه في مجال كرة القدم. وصلت إلى بيرجي، الكرة قطع عليها من الطريق من هناك إلى أيتهبي إلى الصغير من أفضل اللاعبين حتى الآن، قاطع الكثير من الكرات، صحيح قصيرا كان ولكن أغلب الكرات الرأسية ربحها أو قام أو فاز بها هذا اللاعب. كنت أتحدث عن التجربة وعن اللاعبين الذين ركبوا تجارب محترمة، الحديث كذلك عن أحمد الشيخ وأيضا عن أيد عدي ولو أنه أيضا لا زال صغيرا، وعن العجيلي وفؤاد من تشكيلة فريق تندرست. وصلت إلى أيد عدي على الجهة اليسرى كلمة السراج. الجماهير تتفاعل مع لقطات النمس، مع لقطات التعدي بحثا عن احد الرؤوس. هل سيفعل بالجول الاول؟ والحكم على تمسك يصفر ضربة خطأ لمصلحة فريق تندرست الذي يعتمد كما قلت في بداية المباراة عن الكرات المرتدة والالحاق. كرة لمصلحة فريق تندرست، التسديدة من صاحب القميص رقم 3 انه اللاعب رجل الأجهزة الذي سدد الكرة الماضية. الكرة الجميلة في نهاية المطاف تخسر الألقاب لمصلحة فرق أخرى. تعرف كما يقال أو كما يقول المثل من أين تؤكل الكتف آخر تلك المظاهر ريال مدريد. ولو أن البعض يقول بأن الريال أسطورة وأن الريال لا يقارن وأن ناسك أسد ريال مدريد، وليس بالضرورة أن تستحوذ من تتوج على تلك هي احتمالات واضطرابات. العياد على جهة اليمنى بحثا عن المرور لوحده يبحث عجيل عن بيرجي. وصلت إلى العياد. لاحظوا القوة البدنية والمنسوب البدني مهم جدا في مباريات من هذه القيمة. أبعد من هناك وصلت إلى صاحب القميص رقم 6 أو 5 على طريقة سلاتان يبعد هذه الكرة. هي خطة ربما هي لحظة من أجل قراءة الإعجاز. لقطة جميلة لكن يلعب النار من أمام العجيلي، لا تلعب النار أمام العجيلي. أمين يبحث عن صاحب القميص رقم 5 إنه اللاعب في تشكيلة درب غوست هو محمد بيزفان الذي طبعا حاول أن يبحث أو حاول أن يمسك الكرة الماضية. وصلت إلى أمين حكم المباراة. هل أراد أن يفعلها على طريقة البريمير ليج وعلى طريقة الدوري الإنجليزي، هذا الدوري الذي يعتبر الأول عالميا في مثل هذه الألعاب وفي مثل هذه الكرات ومثل هذه اللقطات. على الكرة أو المباراة لا زالت متعادلة بين الفريقين 0 دندغوست و0 تورمات. وسمى على جهة اليمنى لصاحب القميص رقم 3 إنه هو الأجهود، قطع عليه رقم 4 الطريق والكرة تتحول لضربة مرمى. يصار على الاحتجاجات تتواصل الاحتجاجات من لاعب تورمات تتعدي هذا اللمس هذا الصوت خلق الكثير من المتاعب والمشاكل. الحديث يتواصل أن يتبادلان أطراف
انتهت الحديث والنقاش. العبد يقول لمسة يد علي يقول لا ليست لمسة يد. وبين هذا وذاك النقاش سينتهي الى محل ان السلطة كلها الحراك الذي يستفيد من الرمية الجانبية ومن التماس في تنفيذ يتهدي بحثا عن الهدف الأول. الكرة لم تصل إلى المستوى الذي شخصيا انتظرت. الهدف الأول لفريق تورمت. جمهور تورمت يحتفل بالهدف الأول على نظيره فريق طوندوست. هدف الأول لفريق تورمت. صحيح أنا دائما أقولها لشباب طوندوست، أقول لهم إن البيرجي لا يعرف ما هو المستحيل. بيرجي لا يعرف المستحيل. بيرجي الهداف، بيرجي القناص، بيرجي الثقيل، ولكنه لا يعرف المستحيل. الحكم يعد الجدار. السيف على وسجل، السيف على طنطوست، السيف على الشمس رائحة الهدف الأول. والدفاع يبعد الكرة من الشرح إلى ألم. هكذا هي كانت كرة دائرية من جهة، ولكن الكرة وصلت إلى العجين. استرجع أسامة بحثا على صاحب القميص رقم 3 فقط لا يتهدي هذا الصغير إلى صاحب القميص رقم 3 أجعود. وصلت إلى صاحب القميص رقم 5 لم أعطيه حقه. وفي المباراة من جانب فريق تورمت يتعلق قميص رقم 5 في وسط الميدان إلى أحمد، إلى نحو أحمد من أحمد محمد عفوا إلى أحمد. لاعبان يعرفان بعض الأقساط لا زالت مشدودة في المستوى حتى الآن، حتى تلك التدخلات الخشنة للمشاهدة في هذه المباراة. وصلت إلى فريق طنطوست بشكل جيد، بشكل جيد الكلمات المكتوبة. العزيزي على جهة